أيها السادة، واحتفالنا اليوم بهذه المناسبة، مناسبة مرور 100 عام على إنشاء دار الهلال. هذا الاحتفال ينقله التلفزيون على الهواء مباشرة عبر قناته الأولى وعبر القناة الفضائية المصرية. وهذا الاحتفال تشارك به وزارة الإعلام المصرية في احتفالات دار الهلال بمرور 100 عام على تأسيسها. وهذه المناسبة لهي جديرة حقا بكل احتفال وبكل احتفاء، فلا عجب إذا قلنا إن مجلة الهلال هي المجلة العربية الوحيدة بين المحيط والخليج التي توالي الصدور بلا انقطاع منذ قرابة 100 عام. ولا شك أن ذلك يعود إلى مجهودات جيل من أبرز المفكرين والمثقفين الذين تركوا ملامحهم بارزة عليها، بداية من منشئها جورج زيدان وإيميل زيدان، والأسماء الكبيرة التي قدمتها دار الهلال للصحافة المصرية والعربية، أهمها فكري أباظة الذي كان يروج باسمه باعة صحف مجلة المصور، وحسين شفيق المصري وهو أكبر كاتب فكاهي عرفته الصحافة المصرية في ذلك الوقت، وهو الذي ترأس تحرير مجلة كل شيء. وأيضا الكاتب دكتور أحمد زكي الذي كان وزيرا ثم ترأس تحرير مجلة العربي، وغيرهم كثيرون. علي أمين، وكان شغله الأكبر النزول بالثقافة إلى الشعب ومحاولة ارتقاء الشعب إلى مستوى الثقافة. وكامل زهيري ورجاء النقاش والدكتور علي الراعي وصالح جودة والدكتور حسين مؤنس وغيرهم. أيها السادة، في المسرح الكبير بالمركز الثقافي القومي دار الأوبرا بالقاهرة، وحيث يوجد هذا الحشد من كبار الشخصيات المصرية والعربية، الكل هنا يتأهب لحظة دخول سيادة الرئيس حسني مبارك، حيث يبدأ الاحتفال. كبار رجال الدولة حضروا هذا الاحتفال، مفكرون وشعراء ومثقفون من مصر والدول العربية، وزراء الإعلام العرب المشاركين في مؤتمرهم الوزاري هنا بالقاهرة يحضرون هذا الاحتفال.
وإنه لمعنى جميل فاحتفالات دار الهلال بعيدها المئوي ليس احتفالا للثقافة المصرية فقط، ولكن للثقافة العربية كلها. فلنا أن نذكر ما قاله سابقا المؤرخ الفلسطيني عارف العارف، إن لدار الهلال الفضل الأكبر على تثقيف المواطن العربي. أعود وأقول إنه لمعنى جميل في احتفال اليوم بالعيد المئوي لمجلة الهلال، فتبرز معاني جميلة تنجلي وتتجلى. فحضور الرئيس مبارك حفل اليوم وإهداء سيادته مطبعة متقدمة للمجلة لهو تكريم القيادة السياسية على أعلى مستوى للمجلة. أيضا هذه المشاركة العربية المتمثلة في حضور عدد كبير من وزراء الإعلام العرب المشاركين في أعمال مؤتمر وزراء الإعلام بالقاهرة، وأيضا حضور عدد كبير من الكتاب والمثقفين والشعراء العرب. هذه المشاركة التي ننظر إليها بتقدير كبير. هناك معنى جميل أيضا يبرز من خلال هذا الاحتفال، والمتمثل في إقامة وزارة الإعلام المصرية هذا الحفل وإذاعته على الهواء مباشرة عبر القناة الأولى للتلفزيون وعبر القناة الفضائية المصرية إلى جموع الإخوة العرب في بقعة واسعة من المعمورة. أيضا هناك معنى جميل في الاحتفال المئوي لدار الهلال، والمتمثل في الخطوة الحضارية الراقية التي أقدمت عليها مؤسسة الهلال، وذلك بترميم الآثار الإسلامية في حي السيدة زينب وتجديد الميدان العريق ونشر الثقافة عن طريق إنشاء عدد من المكتبات في الحي. ودخل الآن سيادة الرئيس محمد حسني مبارك والسيدة حرمه، واستقل سيادته السيد رئيس الجمهورية. الرئيس التحية، وأرى الجمع هنا وقد وقفوا محيين مباركين لسيادة الرئيس. وبوصول سيادته الكريم يبدأ وقائع حفلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسني مبارك، السادة الضيوف، نجتمع اليوم لنحتفل بمرور قرن من الزمان على صدور العدد الأول من مجلة الهلال، وبإرساء دعائم واحدة من أقدم مؤسساتنا الثقافية والإعلامية. وقد اختار المؤسس الأول للمجلة الهلال رمزاً لها كي لا تغيب مثله عن سماء الفكر
وكي يكتمل بناؤها يوما بعد يوم. وشاركت أجيال مصرية متعاقبة في تلك المسيرة الطويلة، وحملت على عاتقها مسؤولية قرن كامل من التنوير والتحديث، ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي كله. فيوم صدرت مجلة الهلال انتعشت معها وبعدها الإصدارات الصحفية، حتى بلغت في نهاية القرن الماضي حوالي 50 مجلة وصحيفة ودورية، وذلك أبرز دليل على أن مصر لم ترى على طول عهدها سنوات عجاف، وتحت وطأة الاحتلال لم تخمد الروح المصرية المعطاءة والمبتكرة دائما. واحتفالنا اليوم بهذه المناسبة الصحفية إنما يعني احتفاءنا بالديمقراطية وبحرية الكلمة وبالرأي الآخر، فلا صحافة بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا صحافة. واحتفالنا اليوم يؤكد احتفاءنا بأقطاب مصرية في الفكر والعلم والثقافة، شهدت صفحات الهلال مقالاتهم ومساجلاتهم واجتهاداتهم الفكرية التي ساهمت في تنشئة أجيال. ومن أعطاف الهلال خرجت معظم الدوريات والمجلات المصرية والعربية الموجودة في الساحة الآن. ولنا أن نفخر هنا في مصر بأننا نمتلك نسبة كبيرة من أقدم الإصدارات الصحفية في العالم التي تعدى عمرها 100 سنة، وهي الأهرام والوقائع المصرية والهلال. واليوم أيضا ونحن نحتفل بتلك المناسبة إنما نحتفل بتتويج 100 عام من عمر الثقافة والإعلام المصري، وبإعلان بداية مسيرة جديدة تستشرف المستقبل في عالم جديد لا يقبل الانتظار أو العزلة مع تغيراته اللاهثة، ويشهد ثورة في المعلومات ميدانها الأول الصحافة. السيد رئيس الجمهورية، السادة الضيوف، السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، في لحظة لن تعود قبل قرن آخر من الزمان، تهنئة من الإعلام المصري الذي يشارك اليوم بهذا الاحتفال، تهنئة بما مضى ومرحبا بسنوات عامرة مقبلة من التنوير والتحديث. السيد مكرم محمد أحمد رئيس مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين يتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، السادة رئيس الوزراء والوزراء، الإخوة وزراء الإعلام العرب، الإخوة المثقفون والمفكرون والمبدعون العرب والمصريون، أعضاء ندوة الهلال، الزملاء الصحفيون، سيداتي سادتي. قبل 100 عام أنشأ جورج زيدان، وقد جاء مهاجرا من لبنان إلى مصر، أول مجلة ثقافية فكرية في العالم العربي، أعطاها وهو المسيحي دينا اسم الهلال دلالة على روح السماحة، واختار لها أن تكون منبرا لحركة تنوير واسعة كانت قد بزغت بداياتها في مصر والعالم العربي قبل سنوات محدودة من صدور الهلال، تضيء ظلمات العصر العثماني بثقافة جديدة تحارب الخرافة والجهل وتدعو إلى احترام العقل. لعبت الهلال دورا رائدا في عصر التنوير، تنشر المعارف والعلوم الجديدة، تشجع الفنون والآداب، تنتصر لحق تعليم المرأة، تتبنى إنشاء أول جامعة مصرية تصل رافد الثقافة العربية بروافد ثقافات العالم المختلفة، وتفتح نافذة جديدة لريح الحرية والديمقراطية والعدل تسري في كيان الأمة، معتدلة غير عاصفة يتراكم آثارها في ضمير مصر بهدوء واثق. في الهلال كتب قاسم أمين كتابه تحرير المرأة، ونشر إمام التنوير والاجتهاد الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده كتابه رسالة التوحيد، وكتب طه حسين رائعته الأيام،
ونشر عباس محمود العقاد عبقرياته الإسلامية، وأضاء أحمد أمين جوانب التاريخ الإسلامي برؤى موضوعية تختزل الخرافة والتحريف. وفي الهلال كتب أيضا أمين الريحاني وفارس شدياق وبشار الخولد ونقول حداد ومهدي الجواهري ونخبة أخرى ممتازة من المفكرين والمبدعين العرب أشاعت في العقل العربي ضياء فكر جديد يحض على المعرفة وينتصر للسماحة ويدعو إلى حوار الحضارات ويؤكد على قيمة النظرة العلمية. زاع صيت الهلال وأصبحت دارا ضخمة تعددت منابرها وتنوعت إصداراتها لتخاطب المرأة والرجل، الشاب والطفل، الخاصة والعامة، فما من دار أخرى غير دار الهلال تتفرد بهذا العدد الضخم من الإصدارات، وما من دار أخرى غيرها حملت عبء التنوير منبرا رفيعا لثقافة قومية جديدة تحض على المعرفة وتزاوج بين الأصالة والمعاصرة وتشيع روح التسامح الفكري وتدعو إلى التقدم العلمي وتضيء الحياة بمباهج الآداب وإبداع الفنون. سيادة الرئيس، إنه لشرف عظيم أن تحظى مئوية الهلال بكرم رعايتك، فتأخذ هذه الأبعاد المتعددة التي خرجت بها عن أن تكون مجرد احتفال تقليدي. سيادة الرئيس، لولا حماسك للثقافة لما كان لهذا اليوم أن يصبح عيدا للثقافة يشاركنا فيه نخبة من المفكرين والمبدعين العرب جاءوا إلى مصر في هذه المناسبة ليراجعوا مع أقرانهم مثقفي مصر ومبدعيها مسيرة التنوير العربي، يبحثون في حوار حر صريح أسباب النجاح وأسباب الإخفاق، يجتهدون في عمل ثقافي جاد يستشرف التحديات التي تواجه العقل العربي وهو على مشارف قرن جديد تتسارع متغيراته، لا مكان فيه للعزلة أو التخلف، وإنما تتحدد فيه المكانة بحجم المشاركة أخذا وعطاء على قاعدة تبادل المنافع. ولولا مؤازرتك القوية يا سيادة الرئيس لما استطاعت دار الهلال أن تجعل لاحتفالها هذا البعد الشعبي الذي يتواصل مع الجذور، حيث عاشت الهلال نصف قرن من عمرها في حي السيدة، أوسع أحياء مصر الشعبية وأكثرها ثراء بتراث ثقافي عريق يستحق الرعاية والاهتمام. بمؤازرتك استطعنا أن نستنهض همم كل من يريد المشاركة في عمل كبير تتضافر فيه الجهود الشعبية والحكومية من أجل تحديث مدرسة السنية، أول مدرسة للبنات في مصر، وتجديد مسجد السيدة وتوسيع حرمه وترميم 7 آثار إسلامية في المنطقة وإعادة تخطيط الميدان وتشجير شوارع الحي وبناء 3 مكتبات لشبابه وأطفاله والارتقاء بالخدمات الصحية والثقافية والدينية في المنطقة. ولولا معونتك لكان صعبا أن نستعيد لدارنا دورها الرائد مع بداية قرن جديد. بمعاونتك استطعنا أن نجدد شباب دار الهلال، المبنى وعنابر العمال وأدوات الطباعة في خطة طموح تستهدف تحديث مطبوعاتها على نحو جذري بحيث تصدر مجلاتها وكتبها في طباعة أنيقة حديثة تتوافق مع مضمونها. إننا نتطلع يا سيادة الرئيس إلى يوم قريب نلقاك فيه في دار الهلال، نستقبلك بكل المحبة والود، نرد لك الجميل كلمة حرة خالصة من أجل الوطن، وموقفا شجاعا أمينا يساند أمن مصر وسلامها واستقرارها أقانيمك الثلاثة لصنع التقدم المصري. سيادة الرئيس، أستأذنك في أن أوجه من فوق هذا المنبر الرفيع وفي شرف حضوركم الشكر جزيلا مخلصا لكل من أسهم معنا
لكي يصبح لهذا الاحتفال مغزاه. شكرا لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على إسهامه الكبير. شكرا لدولة الكويت على ما قدمته. شكرا لمؤسسات التمويل المصري، البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القناة. شكرا لقطاع ورجال الأعمال المصريين عبد الرازق رزيقة وإبراهيم كامل والمقاولون العرب وعلامة وكل من أسهم معنا كي تأخذ احتفالية الهلال هذه الأبعاد الجديدة. شكرا لحكومة الدكتور عاطف صدقي التي ساندت مشروع دار الهلال ولم تبخل عليه بأي معاونة. شكرا لرئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور الذي ساند جهودنا وكان حلقة الوصل التي تضافرت من خلالها الجهود الحكومية والجهود الشعبية. شكرا لوزير الثقافة فاروق حسني الذي تعددت إسهاماته في هذه المناسبة الكبيرة. شكرا للمجلس الأعلى للصحافة ورئيسه العالم الجليل الدكتور مصطفى كمال حلمي على كل ما قدمه من معاونة. وشكرا حارا جزيلا لوزير الإعلام محمد صفوت الشريف الذي أدرك حجم المناسبة وخلدها في هذا اليوم الجميل. سيادة الرئيس، لقد حفل عصرك بإنجازات ضخمة يمكن أن تحصيها الأرقام، لكن الأرقام وحدها قد لا تستطيع أن تعكس مغزى هذا العصر ومعناه. وأعظم إنجازاتك يا سيادة الرئيس أنك أدرت حكم مصر على نحو عصري يحترم عقل الأمة ووجدانها. أطلقت للكلمة حريتها لا سلطان عليها سوى الضمير والقانون، وأعدت للثقافة المصرية وجهها المشرق، وكسرت عزلة الحكم عن المثقفين، وجعلت من شوامخ الفكر المصري أعلاما على رفعة الوطن، وأنشأت وربما لأول مرة في تاريخ مصر الحديثة علاقة صحية وصحيحة بين الثقافة والحكم. اليمين واليسار والوسط في رؤيتك مجرد اجتهادات تصب في مجرى الوطن، لا تسريب على أحد. لا يعنيك أن يكون أي منا في أي موقع فكري مغاير، وإنما الذي يعنيك أن تكون المصلحة الوطنية وجهة الجميع، وأن تكون الكلمة حرة شريفة تنشد وجه الحقيقة، تترفع عن الترصد والابتذال والافتئات والكذب. لقاءاتك المتواصلة مع المثقفين والمبدعين والمفكرين يا سيادة الرئيس هي تجسيد للعلاقات الصحيحة بين الحكم والفكر والفعل والكلمة. وصاحب القرار وأصحاب المشورة لا تطلب منهم سوى أن يكونوا أنفسهم. تفسح المجال سمحا واسعا للجدل والحوار بحس إنساني رفيع، تحمي الناقدين من حماس المؤيدين، تعطي للجميع فرصة أن يقولوا ما يريدون. السادة الحضور، في هذه المناسبة الكبيرة وفي شرف حضور رئيس الجمهورية والسيدة قرينته، التحية واجبة في هذا اليوم الأغر لذكرى الراحل الكبير جورجي زيدان مؤسس دار الهلال، ولابنيه شكري وإيميل اللذين تابعا من بعده هذا العمل الضخم. التحية واجبة لكل من عاونوا على إقامة هذا الصرح العظيم: فكري أباظة وأحمد زكي وأمين السعيد وأحمد بهاء الدين، والأخوين علي ومصطفى أمين ويوسف السباعي وعلي الراعي وصبري أبو المجد وحسين مؤنس وكمال نجمي وكامل زهيري ورجاء النقاش وصالح جودة وحبيب جماتي وطاهر الطناحي ومصطفى نبيل. وسوف يبقى الهلال أبدا يا سيادة الرئيس دارا عريقة للثقافة تشع ضياء التنوير في عالمنا العربي، يكتمل نورها قرنا وراء قرن، تضيء للعقل العربي طريق المستقبل بسماحة الفكر وروح العلم وعمق الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن للدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية، السادة الضيوف، أيها الحفل الكريم، يسعدني باسم المجلس الأعلى للصحافة أن أحييكم ونحن نلتقي لنحتفل بالعيد المئوي لدار الهلال، ذلك الصرح الشامخ الذي يقف شاهد صدق على عمق الحياة الثقافية العربية، والذي أسهم بفاعلية على مدى 100 عام في تشكيل وجدان الإنسان المصري والعربي، والذي كان وسيظل بإذن الله أحد منارات الفكر التي تزهو بها مصر والعالم العربي. وإنها لسعادة بالغة أن يشرف احتفالنا اليوم بالسيد الرئيس محمد حسني مبارك ليشارك الصحافة في عيد يوم من أعيادها، فإلى سيادته نتقدم بخالص الشكر وفائق الاحترام، وندعو الله أن يكلل بالنجاح مساعيه الدائبة في سبيل رفعة مصر، وأن يوفقه في جهوده الموصولة من أجل جمع الشمل العربي بما يعود على الأمة العربية بالخير والأمن والتقدم. الإخوة والأخوات، إن مصر تعيش اليوم مرحلة متميزة من الممارسة الديمقراطية، ومن مظاهر هذه الممارسة ما تنعم به صحافتنا من حرية. وكلنا نعلم أن السيد الرئيس قد حرص كل الحرص منذ تحمله المسؤولية على تعميق الممارسة الديمقراطية وتأكيد حرية الصحافة من خلال الحوار الحر والفرص المتاحة لجميع الانتماءات والاتجاهات للتعبير عن أفكارها وآرائها بحرية كاملة. وها هي دي صحافتنا تمارس حريتها على أوسع نطاق، فليس ثمة قيد على كلمة يخطها صحفي إلا ضميره وتقديره للصالح العام. إن ضمير الصحفي وحده هو حسيبه ورقيبه. الإخوة والأخوات، لقد أدت صحافتنا المصرية أدواراً رائدة في جميع قضايا العمل الوطني، وكانت أقلام كتابنا ومفكرين على صفحاتها وسائل فعالة في عملية التنوير وفي حركة التقدم والرقي، وكانت دائماً مشعلاً للحركات الوطنية ينير طريق التحرر الوطني والثقافي والاجتماعي، حتى أصبحت من المعالم المميزة للمجتمع المصري الذي يكن لأصحاب هذه الأقلام كل احترام وتقدير. أيها الحفل الكريم، إن احتفالنا اليوم بالعيد المئوي لدار الهلال بماضيها العريق وتراثها المضيء وإنجازها الكبير في الثقافة العربية ليؤكد أن مصر كانت دائما بقيمها الرفيعة وبيئتها السمحة ومكانتها المرموقة تفتح قلبها الكبير لرواد الفكر والسياسة والثقافة كافة. إن الأعوام 100 التي انقضت على ميلاد مجلة الهلال ليست 100 عام في حياة مجلة أو صحيفة عريقة فحسب، وإنما هي 100 عام في حياة الثقافة العربية. نعم، 100 عام مجيدة من عمر مصر حققت فيها العديد من الأهداف في كل مجال من مجالات الحياة. 100 عام من الكفاح المتصل الحلقات، حافلة بالعمل الوطني والبطولات العظيمة على ساحات التحرر الوطني والسياسي والاجتماعي. 100 عام حفلت بالانطلاقات الحضارية والاجتهادات الاقتصادية والتحولات الجذرية في نسيجها الاجتماعي، وتأكدت فيها مكانتها على الساحات العربية والإسلامية والإفريقية والدولية. لقد كتبت مصر تاريخها المشرف بفضل سمات شعبها العظيم وقيادة زعمائها الأبرار ومناضليها الأحرار وأقطاب السياسة ورواد الفكر والقلم والثقافة والعلوم والفنون والآداب. واليوم قد انطلقت عجلة التنمية الشاملة في كل مكان، تبني وتعمر وتنتج
وتسعى إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كافة وتحقيق التقدم الاقتصادي الذي يسير في خطى وئيدة ورصينة مع الحرص على البعد الاجتماعي والانطلاقة الثقافية في ظل من الديمقراطية والحرية كصيغة مميزة لحركة المجتمع بكل قواه وطاقاته. وسوف تمضي مسيرة النهضة المظفرة في طريقها المرسوم بإذن الله. وفي الختام أكرر الشكر والتقدير والاحترام لسيادة الرئيس محمد حسني مبارك وللسيدة الفاضلة قرينة سيادته، ونذكر بالتقدير جهود سيادتها الرائدة في مجالات الطفولة والعمل الاجتماعي والثقافي. وأرحب بالسادة الكرام وزراء الإعلام العرب، كما أوجه تحية صادقة لأسرة دار الهلال متمنيا لروادها التوفيق والسداد في استمرار رسالتها الكبرى كواحدة من منارات الثقافة العربية. وفقنا الله جميعا إلى العمل الدائب المخلص البناء في سبيل رفعة مصر تحت القيادة الحكيمة للزعيم والقائد الرئيس محمد حسني مبارك، والله المستعان وعليه قصد السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفكر اللبناني الكبير الأستاذ منح صلح يتفضل بإلقاء كلمته. سيادة الرئيس محمد حسني مبارك، عندما يفكر العقلانيون العرب في حاضر أوطانهم ومستقبلها، بل في وطنهم الجامع الكبير، فإنهم يفكرون مع مصر وبقيادة مصر. وعندما يحلم حالموهم بالوقوف في مجتمع العالم المتقدم وقفة الند للند والعضو المنتج، فإنهم إلى مصر يتطلعون ليحلموا معها وليعملوا على تحويل الحلم إلى حقيقة. وعندما يستشعرون الحاجة إلى تعاملهم بعضهم مع بعض كعرب بصفاء الروح ونزاهة القصد وكرم الأخوة، فإنهم إلى هذا المرجع وهذه المنارة وافدون. هكذا كان أمرهم بالأمس يوم أن جاء إلى القاهرة فذ من أفذاذهم جورجي زيدان من لبنان وبلاد الشام لينشئ في دولة النهضة منذ 100 عام مجلة الهلال، واحدة من المنارات الشامخة لهذه النهضة. وهكذا هو أمرهم اليوم، وقد وفد مثقفوهم في حج ثقافي طاهر القصد لوجه الحقيقة والعلم إلى ندوة دار الهلال من أجل 100 عام جديدة من التنوير والتحديث، يتطارحون مع مثقفي مصر إلى جانب النيل الخالد وعلى مرأى من معالم التاريخ العظيم شؤون أمتهم وعصرهم. وكم لمثقفي مصر من صفحات في خدمة هذه الأمة. ولقد أحدث نداء دار الهلال المنطلق من القاهرة وبفكر النهضة العربية صحوة في أوساط كل المثقفين العرب، فضلا عن إخوانهم المثقفين المصريين،
كي يجعلوا التفكير الحر المستقبلي معينا دائما لعطائهم لأمتهم وسندا لإبداعهم في حقول الفكر والعلم والأدب، وحافزا لحضارتهم الجديرة بعراقتها وسماحتها وحيويتها وأخذها بالجديد، أن تكفل لهم المنافسة الكفء مع سائر روافد الحضارة العالمية المتجهة لأن تجعل من القرن ال21 قرن عالم جديد لا نستطيع أن نكون فيه أسيادا إلا إذا كنا سادة في نفوسنا، مسلحين بسلاح العلم والتقنية ورؤيتهما، موحدين متمسكين بحقوق الإنسان والأوطان، جديين أكفياء في تعاملنا مع العالم. إن ضيافة شعبكم ورجال الدولة والفكر والمجتمع المصريين، وخاصة رعايتكم الشخصية وسماحة الروح المصرية التي ظللت مناقشات ندوة دار الهلال، شحنت نفوس المثقفين العرب جميعا بالعزم والجدية لاستقبال تحديات العصر الصعب المطل بما يليق أن تستقبله به أمة كان لها شأنها في مسيرة التاريخ العالمي، وهي مصرة على أن يكون لها مكانها في المستقبل كمشاركة حقيقية في صنع التاريخ وكمنتجة معطاءة في ساحة التقدم والإبداع، وكمؤمنة صادقة بسلم الشعوب وسيلة لعقد روابط الفكر والروح التي تكفل وحدها تخليص البشرية من العنف والظلم والظلام، وهدر الإمكانات والطاقات من أجل ازدهار كل إنسان وتفتح كل الإنسان. ولقد تميزت هذه المنطقة من العالم بأنها حين كانت منذ فجر التاريخ تطرح على نفسها الأسئلة الأساسية حول سبل هداية البشر، سواء في الرسالات السماوية أو مراكز إشعاع الحكمة والتقدم والقيم، إنما كانت تسأل لخلاص العالم كله لا لنفسها فقط، فما كان خيرا لها كان خيرا للعالم أيضا. وإلى الاتصاف بهذه الروح المهتمة بخير الإنسان يدعو المثقفون العرب مثقفي العالم كله من هنا من مصر، وهم يتعاهدون على بذل الجهد ل100 سنة جديدة من التنوير. وإليك الشكر مكررا يا سيادة الرئيس على كل ما بذل أركان دار الهلال وأعوانكم وشعبكم في مصر لجعل الأيام التي قضيناها في القاهرة أيام عمل وأمل مفعمة بالصدق والإنتاج الفكري والحوار الذي كنتم وما زلتم من رعاته الأوفياء. وشكرا. المفكر والناقد والأديب الدكتور علي الراعي يتفضل أيضا بإلقاء كلمته. السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، السيدة الفاضلة قرينة السيد الرئيس، ضيوفنا الأعزاء من مصر وباقي الوطن العربي، شعبنا
شعب أصيل يسري حب المعرفة في دمه، ولا يرتوي أبدا ظمأه إلى الفن والثقافة. هذا هو الإرث الذي تخلص له عبر آلاف السنين منذ فجر الحضارة الفرعونية وازدهار الحضارة القبطية وتألق الحضارة الإسلامية. حين احترقت دار الأوبرا منذ أعوام، كان أول المتفجعين عليها بسطاء الناس، أولئك الذين لم يدخلوها قط، ولم يكن ثم أمل كبير في أن يدخلوها لو ظلت باقية. كانت هذه لحظة نادرة اتصل فيها الإنسان المصري بتراثه الفني العظيم، وأثبت أن هذا التراث يعيش داخل نفسه في بئر بعيدة الغور، وأنه فخور بهذا التراث، مقدر أنه سر بقائه وركيزة صموده. من أجل هذا يطلب شعبنا الفن والثقافة دائما، ويفرح الفرح كله حين يجدهما. من أجل هذا يعيش بيننا سيد درويش لم يمت أبدا، ومن أجله يظل فن مختار جزءا أساسيا في وجداننا، وتمتعنا أشعار بيرم التونسي وصلاح جاهين، ونطرب الطرب كله لشاعر شوقي وحافظ، ويشجينا لحن عبد الوهاب وصوت أم كلثوم. أقول هذا الكلام لا لأزجي التحية وحسب لهؤلاء الفنانين العظام، وإنما لأبين أن الثقافة بضاعة لا تبور أبدا، وأنك مهما أنفقت فيها فأنت الرابح دائما. إن مردودها عظيم وثمين، إنها تهدي إليك المواطن الذي يحب بلده عن يقين، والذي يؤيد عن إيمان، والذي ينصهر في بوتقة الوطن وهو شاعر أنه يحقق أسمى نوازع ذاته. وفي بلادنا الآن بوادر نهضة ثقافية تعد بأن تكون نقلة كبرى في تاريخ الثقافة لو وفرنا لها المناخ المناسب. لم يحدث من قبل أن بلغ اهتمام الدولة بالكتاب والفنانين ما بلغه في هذه الأيام. إنهم موضع حفاوة ورعاية، ونتاجهم الفني والثقافي يحظى باهتمام الجميع رئيسا ودولة وشعبا، والعناية تحوطهم في الصحة والمرض، والأوسمة والجوائز تبذل لهم مقرونة بالإعزاز. ومن أجل أن تؤتي هذه البوادر الثقافية ثمارا كثيرة تليق بطموحات شعبنا العريق، يود المثقفون المخلصون لبلادهم أن يزداد اتساع أفق الحرية التي تظلهم الآن، ليشمل على الدوام حق التعبير للرأي المؤيد والرأي المعارض على حد سواء في الصحف والمجلات والإذاعتين المرئية والمسموعة، وأن تتسع دائرة الاهتمام بالثقافة في برامج الإذاعتين، وأن تقدم الثقافة بشكل جاد ومفيد وممتع في وسائل الإعلام جميعا. كما يرجو المثقفون أن يشمل الاهتمام شباب الفنانين والكتاب إلى جوار كبارهم، لأن هؤلاء الشباب هم الوعد وهم الأمل وهم مستقبل هذه الأمة. ولو حدث هذا، وفي الإمكان دائما أن يحدث، فسوف تجد ثقافتنا العربية مدافعين عنها أشداء يدرؤون عنها الشرور ويمدونها بفيض من حماسهم وحبهم وإبداعهم. سيد الرئيس، إن اهتمامكم الدائم بالثقافة والمثقفين يشير إليه حرصكم على لقائهم في أكثر من مناسبة، كما يدل عليه تتبعكم اليقظ للمشروعات الثقافية الكبرى، وحفزكم القائمين عليها إلى مزيد من الإتقان وسرعة التنفيذ. وما تشريفكم الليلة هذا الحفل الكبير الذي يقام بمناسبة مرور قرن من الزمان على صدور الهلال، أول مجلة عربية استطاعت أن تصمد للزمن، إلا أحدث ما تبدونه للثقافة من رعاية وحب. وإنا لنرجو يا سيد الرئيس أن يتصل اهتمامكم هذا حتى تصل الثقافة في نهاية الأمر إلى مستحقيها الحقيقيين، وهم جمهرة هذا الشعب الكريم في الريف والحضر. حفظكم الله يا سيد الرئيس، وسدد خطى الأمة التي تقودونها إلى الطريق القويم،
وأمدكم بعون منه في محاولاتكم الدائبة للخروج ببلادنا من الموقف الصعب الذي تقفه الآن إلى رحابة مستقبل يكون فيه الخير لكل من تظله سماء مصر، دون تفرقة بين عقيدة وعقيدة أو مذهب أو مذهب أو جاه وانعدام جاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا سيداتي وسادتي كلمات المتحدثين في هذا الاحتفال، وحيث انتهى الجزء الأول من احتفالنا اليوم. تاني لسه واقف.